السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. ايه رأيكم في اللي انتوا شايفينه ده؟ انا بعمل ايه يا ترى؟ خمنوا كده ده ايه؟ بصراحة بعمل كشري. آه عيالي يعني طلبوه مني وكده قلت اما اعمله. جبت طبعا ربع مكرونة صغيرة خالص، وربع مكرونة اللي هي الاسباجيتي. وكمان جبت نص كيلو رز وشعرية وعدس بجبة. طبعا اول حاجة بتجيبيها بتعملي في الزيت كده، بتحط الحمص طبعا ايه يتسلق في شوية مية كده حلوين. وتسيبيه يتسلق يعني فترة طويلة. بصراحة بياخد معايا مثلا ساعة او حاجة او اقل من ساعة يعني كده في المية المغلية، ويفضل يغلي بقى لحد ما ايه يتسلق ويبقى كويس جدا ويستوي ايه كويس. وفي الاخر بحط له ايه معلقة ملح كده. دي اول حاجة. تاني حاجة بجيب بحط حبة زيت كده في الحلة، وبقشر بصلة بعملها جوانح كده وبقلبها، بفضل اقلب فيها في الزيت لحد ما لونها بس يبقى ذهبي وتصفر كده ويبقى لونها ايه ذهبي وحلو كده. واطلعها واصفيها واحطها كده على منديل في طبق. بتنشف بصراحه وبتبقى كويسه. ما بحطش اللي هو الدقيق او نشا ولا اي حاجه، مش بحط لها اي حاجه، وبتبقى ناشفه والله ومقرمشه وكويسه جدا. دي اول حاجه. بعد كده بحط بقى ايه، بكون غسلت العدس اللي بالجبه، عدس بجبه واقلبه في الزيت بتاع البصل. وبعد كده اسيبه يتغلي او بحط له ميه مغليه طبعا يتغلي بس 10 دقايق. وبعد كده بنزل عليه بالرز. بكون طبعا في كسرولة صغيرة كده عملت الشعرية، واحط الشعرية واحمرها كده واحط كله ايه على بعضه بحيث ان هي تستوي مع الرز. يبقى عندي 3 حاجات في حلة واحدة. العدس بالجبة، نفس الحلة اللي انا عملت فيها البصل، العدس بجبة وكمان عليها الرز وعليها الشعرية. والمكرونة سواء الاسباجيتي او الصغيرة خالص بحطهم في حلة برضو لوحدهم، بيتسلقوا لوحدهم وكده. زي ما انتوا شايفين ده البصل ده مقرمش وحلو اهو، شكله حلو قوي وجميل جدا. وكده بملى طبق يعني وكده، واحط ايه اول حاجة طبقة المكرونة، وبعد كده طبقة الرز بالعدس بالشعرية، وابططه كده في الطبق. وبعد كده ايه اقلب الطبق واحطه على الوش التاني. زي ما انتوا شايفين كده الحمص استوى بقى معايا زي الفل. والصلصة طبعا سبكتها بالثوم. الصلصة بتاعت الكشري بتبقى بالثوم. وطبعا جبت ايه حبة صلصة وحطيت عليهم خل وليمون وحبة توم، توم اللي هو اللي متقلي في الزيت. وحطيتهم حطيت عليهم حبة شطة صغيرين كده علشان تبقى هي دي ايه الدقة. ودي الصلصة طبعا بتاعت الكشري زي ما انتوا شايفين، انا بغرفها اهو زي ما انتوا شايفين. شكلها حلو قوي وجميل. أكلة طبعا شعبية مصرية أصيلة جميلة جدا. وكمان مكلفة على فكرة، يعني مش اللي هي لا، برضو يعني سعر الحمص غالي والرز غالي، كلها يعني حاجات غالية. بس أنا عاملة ايه كميات بسيطة على قدنا كده بحيث ان هي ايه تبقى أكلة وخلاص. عملت بس طبقين زي ما انتوا شايفين كده. شكلهم حلو قوي. يا رب يعجبكم. دي كمان انا قلت ادوق شوية كده. دي الصلصة العادية اللي هي ايه ما فيهاش شطة، ودي التانية دي الصلصة اللي هي ايه فيها شطة. زي ما انتوا شايفين كده الرز الواحدة بوحدته عادي جدا، ما فيش اي حاجة ومش معجن معايا وزي الفل. طبعا طعمه جميل جدا. ودي الشطة قلت هاخد حتة صغيرة كده اجربها معاكم، جميلة جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله باذن الله. هتوحشوني للفيديو اللي جاي. اسيبكم في رعاية الله ان شاء الله باذن الله. ربنا يحفظكم ويحميكم ويبارك فيكم يا رب. مع السلامة.